حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا شايفين الحلاوة مننا عارفينها، ومننا برضو طريقة تانية لسه هتشوفوها مع بعض. نخش بقى على الطريقة على طول. هنا كان معايا بصل صغير، حطيته في الكبة عشان يبقى قطع صغيرة كده. طبعا انا مخدش بالي من الكاميرا خالص، بس هي في الاول يعني معلش. هنا فرمته في الكبة اهو زي ما انتم شايفين، حاجات صغيرة خالص كده. وبعدين حطيته في طبق على جنب كده عشان افرم اللحمه المفرومه، لان انتوا زي ما انتوا شايفين هي محتاجه تتفرم حبه كده. هنا حطيتها اهو زي ما انتوا شايفين، وبرده فرمتها، وادي اهو في الاخر. هنا بقى انا حطيت سمنه. طبعا انا حطيت برضو سمنه كمان، بس نسيت اصور. وحطيت البصل اللي احنا فرمناه في الكبه، شوحته بس تشويحه بسيطه خالص. وبعدين حطيت اللحمه على طول، وهنا 7 بهارات وملح وفلفل، وقلبتها اهو شويه. وبعدين حطيت فلفل الوان وفلفل اخضر عشان يدي كده طعم ولون، مش طعم يعني شكل ولون، شكله وطعم. حصل خير. المهم هنا بقى اللقطة المهمة في اي اكلة بجد يا جماعة، تحفة تحفة تحفة، بتدي طعم برضو وريحة تحفة بجد، لازم يعني تعملوها. هنا كنت بقطع البتنجان طرنشات كده صغنطوطة خالص اهو زي ما شايفين، وارفع من كده كمان لو تعرفوا. وحطيت ملح عليها وسبتها المية بتاعتها تنزل في المصفى وزي ما شايفين. وهنا كنت اوريكم بقى اللحمة بعد ما خلصت، يعني يا ريتكم قدامها وبتشموا الريحة بجد تحفة 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 يعني. ماما نخش على الشغل على طول. هنا بقى حطيت دقيق او نشا، اي حاجة عندكم، بس انا حطيت نشا ومية يعني، ودي معروفة. بس انا بعد بدل ما اعملها سمبوسة مثلثات عملتها رول، وبرضو عملتها مثلثات. بس المهم الطريقة برضو الاساسية مش في دي، في البتنجان لسه هنشوف اهو. كله رول بقى كده زي ما انتم شايفين، بجد يا جماعة تحفة برضو اهو. هنا بقى بعد ما عملنا شوية رول وشوية مثلثات، نيجي بقى للبتنجان اهو زي ما شايفين، حشيته لحمة مفرومة وموزاريلا. طبعا انا كنت شايفة الطريقة، بس كانت اللحمة مفرومة نية، بس انا قلت اجود من عندي يعني اهو زي ما شايفين. بس يا جماعة بجد طلع طعمها تحفة، اتمنى تجربوها برضو. هنا بقى جبت 2 بيض وفلفل اسود، ده طبيعي طبعا عشان زفرت البيض، وحطيت لبن بس نسيت اصور برضو. هنا بقى عملت البتنجان في البيض واللبن وبالبقسماط على طول. طبعا متغلطوش غلطتي وتحطوا لبن كتير، لان انا زودت اوفر يعني، بس عدلته كده كده، سيبكم من الشاحن. المهم اهو، طبعا لازم تحطيها في الفريزر عشان تجمد كده وتثبت اهو زي ما انتم شايفين، واحده واحده كده شكلها. يا لو يا جماعه كان طعمها تحفه بجد. وهنا بعد ما خلصتها حطيتها في الفريزر، وبعدين حطيتها على النار على طول في زيت سخن اهو زي ما انتم شايفين. هنا بعد وهي قربت تستوي قوي، تحفه بجد، بس خلي بالكم عشان هي بتستوي بسرعه. وادي الشكل النهائي، واتمنى تعجبكم وتجربوها. ما تنسونيش بقى في اي جديد بنزله. يلا باي باي.